أهلا ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم حبيت نشارك معاكم وصفة الكريب المالحة. بالحق حاجة تكون بنينة على الآخر، سهلة ماهلة وفي متناول الجميع. دونك إذا تحبوا تعرفوا الوصفة بكل تفاصيلها تابعوا معايا الفيديو للآخر، وما تنساوش تعملوا لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. انا لهنا عملت كمية كبيرة متاع كريب، استحقيت 8 كعبات عظم، وعلى كل كعبتين عظم نعملو كاس حليب. دونك ل8 كعبات عظم استحقيت 4 كيسان تاع حليب. دونك اذا انت حاجتك كمية صغيرة، يعني مثلا تاع 2 عباد، تعمل كعبتين عظم عليهم كاس حليب. به انا هنا استحقيت 8 كعبات عظم، وعلى كل كعبتين كما قلت لكم عملت كاس حليب، يعني باش نستحق 4 كيسان حليب بالضبط. فقصوا العظمات متاعنا ونزيدوا كيسان الحليب بالكاس. من بعد بالطبيعة باش نضيفوا الفارينة، والفارينة باش نضيفوها عنا ميزان حسب التكستور متاع الكريب اللي حشتنا بها. كملنا لهنا العظمات سي بون، حاطين رشة متاع ملح، حكيت ربع معلقة صغيرة ملح، وباش نضيفوا الحليب كما قلنا 4 كيسان حليب. من بعد باش ندمجوا كل شيء مع بعضه. هذه الطريقة فريمون اسهل طريقة، لا تعب روحك لحتى شيء، في ربع ساعة ولا حتى اقل تحضر العجينة ولا الميلانج متاع الكريب متاعك. حطوا الحليب متاعنا، قلنا حطينا رشة متاع ملح، وحطينا بالطبيعة العظم، وباش نكملوا الفارينة، والفارينة عينا ميزانة حسب التكستور اللي حشتنا بها. من بعد باش نركضوهم يا اما بالفوي المانيوال والا خلاط كهربائي متاعنا خير. معناها كان عندكم الخلاط الكهربائي اسرع، معناها اسرع وفيسا وما تبقاش مكعبره وما تعبكمش في التخليط. لهنا زدت شويه زيت، حكيت حط على كل كعبتين عظم حط عليهم مغرفتين زيت، على كل كعبتين عظم حط مغرفتين زيت هكاكا باش تجي تكستور باهية. لهنا زدت الفارينة، حطوا زيت نباتي عادي، مش لازم زيت زيتونة. كما تشوفوا ما عنديش كونتيتي معينة، نحط عيني ميزاني ونخلط ونشوف اسكو تستحق نزيد جارية نزيدها فارينة، والا كان عاقدة جتني عاقدة اكثر من لازم نزيدها الحليب. لازم تكستور لا هي جارية برشا ولا هي عاقدة برشا، مش عجينة، على خاطر جينا تكستور باهية كي تشوفوها من بعد كيفاه باش تجينا. لهنا سي بون، خلطوها كما تشوفوا بالخلاط الكهربائي متاعنا اسهل برشا، فيسا ما تبقاش تعب في روحك بالمانيوال الاخرى، تعب ياسر يحب لها برشا وقت، والتعب هذايا تك تك فيسا ما تحضر. خاطرني انا عملت ميلانج معناها برشا كميه كبيره نتاع باش نعمل نتاع كريب، دونك باش تعبني في التخليط استعملت هذه الالكتريك اسهل لي فيسا سي بون. لهنا حضرت التكستور جت هيلها كيما تشوفوها هاك، لا هي عاقده ولا هي جاريه، لا هي جاريه برشا ولا هي عاقده برشا، متوسطه سافا هاكا كيما تشوفوا. سهله ميله ما فيها شيء فريمون، فيسا تحضر. لهنا باش نبداو نطيبوا كعبات الكريب متاعنا. انا حطيتهم لهنا في قمصان ولا شو يقولوا كل واحد يقولوا، حطيته في قمصان اسهل لي، معناه تك تك نعمل هكا
لا نقعد نهز بالوحدة الغراف تقطر لي فوق الغاز، لا شي في ساعة هكا نصب كونتيتي صغيرة وكيما تشوفوا ندوروا قلية هكايا على كبر القلية متاعنا وكاو سي بون تتحل بكلها بطبيعتها. ها هيك يسوفي بديت هكايا الأحراف تجيب كيما تشوفوا تكمشت كيما هكاكا يعني نقلبوها عشيرة الاخر سي بون. لهني كعبة الكريب متاعنا حضرت، ها هي طرية تهب، بعد نجمو نحشيوها باللي نحبو كيف كيف نعاودو كعيبة اخرى. لهنا كيما تشوف سهلة ميلا هاكا ندوروها القلية هكا على كبر القلية، تجينا كعبة كريب كبيرة نعملو على كبر القلية. انا ما عنديش لهني قلية متاع كريب، عملت اي قلية عندي عادي، مش لازم يعني تعملوا قلية متاع كريب عادي، تنجموا اي قلية كبيرة. انا قليتي كبيرة تنجموا تعملوا قلية كبيرة معناه من المهم ما تشدش. انا اللي قليتي تيفال المهم تكون القلية ما تشدش، وبالطبيعة باش تدهنوها بالزيت تشد ولا ما تشدش لازم تعملوا لها شوية، تاخذوا حتى ما نعرفش انا سبونتيكس ولا ما نعرفش انا بابيي تدهنوها بشوية زيت القلية، وكل مرة هكاك تدهنوها بالزيت ما تنساوهيش باش ما تلصق لكمش. سي بون لهنيك عبيت الكريب نتاعي حاضر وكيما تشوفوا يهبل وشر وجاو خفيف وبنين ما نحكي لكمش جويدين ما همش خشين برشا باهين. نحشيوهم باللي نحبو هريسة، انا حطيت هريسة طن زيتون جبن ديما نعملها هكا سالي الحق متاع ربي نحبوها هكا. وانتي واش تحب تزيد العظم مصموط، تحب تزيد عظمة ما نعرفش انا مقلية، تحب تحط اللي تحب اللي عندك حطه معناها مش بالضرورة تحط الحاجات اللي عملتهم انا حط اللي عندك. انا لهنا كان جاي عندي جبن كاري سلايس راني حطيته نحبه خاطر انا بنين على الاخر. لهنا ما عنديش حطيت جبن مثلثات حتى هو بنين معناها يجي في الكريب. حطوا هريسة كيما تشوفوا طن، حطوا كمية باهية متاع طن، حطوا جبن فروماج متاعنا مثلثات قصوه طريفات هكا حتى بيدينا ونحطوه بطبيعته باش يذوب هو من بعد كي نعاود نطيبوها الكريب مش باش نطيبوها فيت زعما جوست باش يذوبك الجبن وكاها ونزيدو سخنوها خاطر راهي بردت كي طيبناهم الكل كينو باش نعاودو سخنوها جوست هكا باش يذوب الجبن وكاها يعني جوست كيما نقولو تاخو وجه وكاها فيت في حاطين الزيتون كيما تشوفوا والجبن والطن والهريسة وسكرناها وكا سهلة تسكينة ما فيها حتى شي كيف هكا سي بون. ها هيك كعبة الكريب نتاعنا حضرت ونعاود نحطوها من بعد بالطبيعة على القلاية نعملو برشا كعيبات كيف هكاكا نكملوهم الكل ومن بعد نزيدو هكا نحطوهم شوية يسخنوا ويذوبك الجبن في القلاية متاعنا. نزيدو كعيبة اخرى بالطبيعة من بعد ونكملو كعبة الكل هكاكا بنفس الطريقة اللي نكملوهم الكل. حاسيلو وصفة ناجحة 1000%، سهلة مهلة وما تشدش برشا وقت ومش معقدة برشا يعقدوا فيها الوصفة متاع الكريب اللي هي ما فيها حتى شي فريمون اي وحدة نجم تعملها ما تشدش برشا وقت منك وماهيش معقدة يعني الوصفة سهلة مهلة ماهيش معقدة برشا وما تشدش برشا وقت بيان سور. كالعادة هريسة وطن وزيتون وفرماج نفس الطريقة. حسيلو ما نحكي لكمش على البنة حاجة فريمون بنينة على الاخر نمدكم ولا نشاهيكم جربوها وتفكروني. لهني كيما تشوفوا سيبون كملت حشيتهم الكل كعيبات الكريب هاكا نقلب فيهم منه ومنها زيدوا حمار شوية هكيكا يوليو أبن وأبن نزيد نقلبوهم هكا باش يزيد يذوب لهم الجبن من الداخل. هزيلو ما نحكي لكمش على البنة مش بالضرورة خاطر حطينا فيها رشة ملح لازم نعملوها راهو سالي نجمو نزيد نحشوهم بالشوكولاتة عادي
مش لازم نحطو فيها السكر برشا خاطر يولي سكر، باش نعملو كعبة بالشوكولاتة يعني تبدا حلوة بالشوكولاتة. مش لازم نحطو هي فيها شوكولاتة حلوة ونزيد نحطو في الكريب في الميلانج متاع الكريب نحطو فيه السكر ياس، عادي نحطو فيها رشة ملح باش توازن المذاق متاع الكريب. هاكا لهنا سي بون، حضروا كعبات الكريب نتاعنا، حسيلو ما نحكيلكمش على البنة، نودكم ومشاهيكم، جربوها بالحق الوصفة هذه وتفكروني. بالحق اسهل وابن وصفة نجموا تجربوها في حياتكم، ماهيش معقدة برشا، سهلة ماهلة ما فيها حتى شيء. لهنا هاوكا نحللكم كعيبة تشوفوها على عينيكم، ها هيكا سيلو، هيكا تصويرة تحكي وحدها، بنة تحكي وحدها. ما نحكيلكمش على البنات تاخو كعبة اذا بيك تكملهم الكل فرد مرة، هيك علاش عملت كونتيتي كبيرة. حسيلو نوصل بيكم لهنا لنهاية الفيديو، اذا عجبكم الفيديو متنساوش تعملوا لي اشتراك. بسلام.